السلام عليكم. دي السيشن الثالثة لينا في لينكس. هنتكلم على هيكل نظام الملفات. السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي هي مكونات لينكس. فهمنا الدنيا فيها وفهمنا يعني ايه كرنل وفهمنا مكونات نظام لينكس. السيشن دي عايزين نتكلم على هيكل نظام الملفات. تمام. هيكل نظام الملفات في لينكس عامل زي النظام الشجري كده، شكل شجرة، واخد شكل شجرة. أول حاجة عايزين نبدأ بيها وهي السلاش. ودي مش معناها سلاش كده وخلاص، لا، دي حاجه مهمه في لينكس جدا. ودي تعني لينا او ترمز لينا بان ده الروت دايركتوري. الروت دايركتوري ده مهم. مهم ازاي يا هندسه؟ اي مجلد في النظام او اي فايل او اي دايركتوري لازم يكون تابع للدايركتوري روت ده، روت دايركتوري. تمام، دي اول حاجه. عايزين نفهم باقي الملفات دي، في منه تفرعات او في ملفات تابعه ليه، حاجه زي سلاش اي تي سي سلاش هوم سلاش يوزر سلاش فار سلاش ديف سلاش بروك. كمل كلامنا. ليه اصلا مفروض نعرف الفايل سيستم او نتعلم الفايل سيستم في لينكس؟ والله عايزين نتعلم الفايل سيستم في لينكس انه اولا ده حاجه مهمه. انت ما ينفعش تشتغل على النظام وانت مش عارف الملفات ماشيه ازاي والدنيا ماشيه فيه ازاي. دي حاجه لابد منها. لازم تبقى فاهم ايه ملفات الاعدادات، ايه الملفات اللي فيها حاجات تخص اللوجز، لان الحاجات دي مهمه في السايبر سيكيورتي. الحاجات اللي تخص الكاش. عايز تفهم الكونفيجريشن. فالموضوع ما ينفعش انك تبقى مش ملم بيه، لان انت اوريدي واحد هتتعلم سايبر سيكيورتي. عشان تتعلم سايبر سيكيورتي اوبريتنج سيستم هتتعامل معاه اسمه لينكس. والاوبريتنج سيستم لينكس ده مهم جدا لينا كناس بتاعت سايبر سيكيورتي، لان بنتعامل بيه. ما ينفعش انت تتعامل بنظام زي لينكس وانت مش فاهم الفايل سيستم ماشي فيه ازاي. دي حاجه. تمام. فدي حاجه بايجاز كده ليه عايزين نتعلم او ليه نتعلم الفايل سيستم. نيجي نكمل كلامنا. هنا عرفنا ان سلاش معناها الروت دايركتوري. تمام. التفرعات اللي موجوده فيها عندنا حاجه زي سلاش اي تي سي سلاش هوم سلاش يوزر سلاش فار. يعني حلو. ايه سلاش اي تي سي دي او ايه الدايركتوري ده؟ والله دي عندي دايركتوري في الكونفيجريشن بتاعت النظام كلها. سلاش اي تي سي فده حاجه مهمه. الكونفيجريشن دي حاجه مهمه. تمام. عندي سلاش هوم ده فيه اليوزرز. تمام. عندي سلاش يوزر في البروجرامز بتاعتك. في ستاتيك داتا. يعني ايه ستاتيك داتا اصلا؟ ستاتيك داتا يعني دي داتا ثابته، حاجه ثابته ما بتتغيرش. تمام. عندي سلاش فار دي بقى تشينج داتا. ليه؟ الناس دي بتتغير. اللوجز عندي، اللوجز ده بيتغير. الحاجه اللي في الكاش بتتغير. اللوجز دي مهمه جدا ان دي بتفيد الناس بتاعت السك وبتفيد الناس اللي هي بتحقق الادله الجنائيه الرقميه انها تفهم ايه اللي حصل في النظام او إيه المصدر اللي جت. مثلا هو حصل اتاك على النظام او حاجه، تفهم من خلال اللوجز دي ايه مصدره، ايه سببه، ايه كان امتى. فاللوجز دي حاجه مهمه، لذلك ان اللوجز هنا عندنا دي بتكون في السلاش فار، لان السلاش فار تشينج داتا متغيره. لان طبعا الداتا كل يوم بتتغير، يعني اكيد اللوجز بتاعت النهارده غير اللوجز بتاعت بكره غير اللوجز اللي بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه، فبتختلف. فكده عرفنا ان سلاش دايركتوري في ملفات زي سلاش اي تي سي سلاش هوم سلاش يوزر سلاش فار. سلاش اي تي سي ده يخص الكونفجريشن، سلاش هوم يخص اليوزرز، اليوزر سلاش يوزر تخص البروجرامز والستاتيك داتا. وعندي السلاش فار الداتا اللي هي تشينج واللوجز. تمام. تمام. عندنا بعض الدايركتوري تاني عايزين نتكلم عنها. عندي حاجه زي سلاش اي تي سي. ايه سلاش اي تي سي ده؟ سلاش اي تي سي ده الفولدر اللي فيه السيستم، فيه السيرفيس، فيه الكونفجريشن. ده سلاش اي تي سي بقى. ده اللي هو ان احنا قلنا عليه اللي فيه الكونفجريشن، يبقى فيه حاجات تخص السيستم، حاجات تخص السيرفيس اللي موجوده والكونفجريشن. تمام. عندي سلاش روت. ايه سلاش روت ده؟ سلاش روت ده الهوم دايركتوري بتاع اليوزرز. هوم دايركتوري بتاع روت يوزرز. ايه الروت يوزرز ده يا هندسه؟ عشان عندي اوريدي حاجه يوزر عادي ببرميشن عاديه، وعندي ادمن ببرميشن عاليه.
تمام. البرميشن دي بتاعت اليوزر هل زي برميشن الادمن؟ كذلك الامر الروت هو الادمن يعتبر، فالبرميشن بتاعت اليوزر دي برميشن اقل، انما البرميشن بتاعت الروت فهو راجل روت، يعني راجل معاه برميشن اعلى. فسلاش روت ده الهوم دايركتوري بتاع ايه؟ بتاع الروت يوزرز. تمام. كده فهمنا يعني ايه روت، وفهمنا يعني ايه يوزر، وفهمنا سلاش روت ده فيه ايه. عندي والله سلاش ديف، ده دايركتوري تاني. مش هنا قلنا ان لينكس بيتعامل مع الديفايسز وكل حاجه على انها ملفات؟ مظبوط. انا قلت لو دخلت ماوس في الجهاز فهو بيتعامل معاه على انها ملف فعلا، دي حاجه. سلاش ديف معناها ان ده دايركتوري يخص الديفايسز والفايل بتاعتها، اي حاجه تخص الهاردوير فهي بيقراها ان هي فايل. هي دي في سلاش ديف. تمام لغايه هنا الدنيا تمام. عندي بقى سلاش هوم. ايه سلاش هوم ده يا هندسه؟ سلاش هوم ده اليوزر فايل. مش هنا قلنا السلاش هوم هي اليوزرز، اليوزر فايل اند بيرسونال داتا. ده في الدايركتوري ده جواه اليوزر فايلز، يعني الفايلز بتاعت اليوزر، وفي البيرسونال داتا يعني الداتا الخاصه باليوزر. تمام. تمام. عندي سلاش بوت. وسلاش بوت ده مهم. كنا كنا اتكلمنا على حاجه تخص سلاش بوت. من الحاجات اللي موجوده في سلاش بوت حاجه اسمها بوت لودر. اتكلمنا على البوت لودر السيشن اللي فاتت ان هو من مكونات لينكس وهو مسؤول عن ان النظام يقوم. فدي حاجه موجوده في السلاش بوت، بوت لودر، البوت لودر فايلز. تمام. وعندي ايه تاني؟ والكيرنل نفسه دي من السلاش بوت. تمام. عندي سلاش تمب. تمب دي temporary فايلز. يعني ايه temporary فايلز يا هندسه؟ temporary فايلز دي داتا اوريدي مؤقته، مش داتا دايمه. تمام. يعني داتا محفوظه عندك في الدايركتوري لفتره، ولكن هي مش هتبقى حاجه دايمه، هتتشال او هتبقى محفوظه حفظ مؤقت، يعني مكانها هيتغير بعد كده او مش هتبقى موجوده على حسب بقى. فده عندنا الفرق في الدايركتوري او الملفات اللي موجوده في لينكس او الفولدرات: سلاش اي تي سي سلاش روت سلاش ديف سلاش هوم سلاش بوت وسلاش تمب. تمام. عندنا هنا مقارنه حلوه بين سلاش يوزر وسلاش فار. عايزين نعرف المقارنه بين سلاش يوزر وسلاش فار. والله سلاش يوزر انا قلت موجود فيه الفايلز بتاعت اليوزرز، وموجود فيه static data. static data يعني ايه؟ او static programs. static programs يعني البرامج الثابته. في static data كمان. احنا قلنا في static data او static data. طب ايه static data يا هندسه؟ مش قلنا الstatic data دي الداتا اللي بتبقى اوريدي ثابته؟ تمام. مش احنا قلنا عندنا داتا متغيره وداتا ثابته؟ فهي الستاتيك داتا والستاتيك بروجرامز موجوده في سلاش يوزرز. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا او هنا ماشي في سلاش يوزر، عندنا هنا حاجه زي مثلا سلاش يوزر بن وسلاش يوزر شير، دي تبع سلاش يوزر. عندنا بقى هنا سلاش فار. هنا قلنا السلاش فار دي الداتا اوريدي بتبقى بتتغير. داتا بتتغير من وقت للتاني. زي ايه يا هندسه؟ عندي زي اللوجز والكاتش. الكاش بيتغير، اللوجز والكاش. تمام. وعندي حاجه زي الستيت. تمام. سلاش فار في عندي حاجه زي سلاش فار لوج وسلاش فار لايب، يعني لايبراري. فده الفرق بين السلاش فار وسلاش يوزر. عندي هنا ملفات او فولدرات بتفيد شويه في الحاجات الامنيه. تمام. عايزين نعرفها. عندي سلاش فار سلاش لوج. ايه سلاش فار سلاش لوج ده يا هندسه؟ والله السلاش فار سلاش لوج ده بيكون فولدر فيه مليان او في ملفات فيها سجلات عن النظام والبرامج، وعن حاجات تخص اللوجز والكلام اللازم منه، مشاكل والكلام ده. فده احنا عارفين ان سلاش لوج بيتخزن فيه اللوجز. عندي مثلا برامج حصل فيها مشكله، في ايرورز حصل في عمليه اوثنتيكيشن، في سيرفيس وقع، في سيرفيس مش عارف مش شغاله، فكلها بتبقى في سلاش فار سلاش لوج. تمام. عندي سلاش اي تي سي. قلنا السلاش اي تي سي ده في الكونفجريشن بتاعت النظام، عند السيرفيس، اليوزرز، النتوركينج، السيستم بيهيفير، دي في سلاش اي تي سي. تمام. عندي بقى ايه تاني؟ عندي سلاش بروك. ده في ملفات
الملفات دي بيقول لك هنا a virtual system exposing. تمام، يعني ايه؟ يعني والله ده فيه، هو ده ملف افتراضي، فايل سيستم افتراضيه فيها حاجات تخص البروسيسز والكرنل، حاجات تخص البروسيس والكرنل. تمام، دي الحاجات اللي موجوده في البروك، هيبقى حاجات تخص البروسيس والايه بروسيسز والكرنل. تمام، عندي هنا سلاش اي تي سي قلناها، وعندي هنا سلاش ساس. سلاش ساس ده والله في حاجات تخص الديفايسز، حاجات تخص الدرايفرز، وحاجات تخص السيستم هاردوير، وحاجات تخص الستيت. تمام، يعني عندي هنا في الساس ده في معلومات عن الاجهزه اللي موجوده، في معلومات عن الدرايفرز. الدرايفرز يعني عندي درايف كذا درايف كذا يبقى درايفرز. تمام، وعندي معلومات عن الفايل سيستم او السيستم هاردوير، معلش سيستم هاردوير، لان كده كده السيستم هاردوير في لينكس او الهاردوير في لينكس اي حاجه بندخلها زي ماوس او كيبورد نتعامل معاها على انها فايل، فكل دي معلومات موجوده في سلاش ساس. تمام، كمل كلامنا. عايزين نعرف الفرق بين التيرمينال، او عايزين نفهم ايه هي التيرمينال اصلا. يعني قبل ما نعرف الفرق بين التيرمينال وباقي الحاجات عايزين نعرف يعني ايه تيرمينال. والله التيرمينال دي المكان اللي انا بكتب فيه. يعني انا عندي حاويه هنا، هنا بكتب فيها اوامر، هي المكان اللي انا بكتب فيه. تمام، ده التيرمينال بكل اختصار، دي المكان اللي انا بكتب فيه. تمام، كمل كلامنا. عندنا بقى الشيل. ايه الشيل دي يا هندسه؟ والله الشيل دي الوسيط بيني وبين الكرنل. انا بكتب امر، فهي دي الوسيط بيني وبين النظام. عايز اوصل الامر ده للنظام، النظام يفهمه، فهي الشيل هي الوسيط بيني وبين النظام. تمام. تمام، هي بيني وبين الاوبريتنج سيستم يعني النظام. تمام، فعايزين نعرف بقى الفرق هنا بين التيرمينال وبين الشيل وبين الكوماند وبين الكرنل. تمام، والله عندي هنا التيرمينال قلنا المكان اللي انا بكتب فيه، الحاويه اللي انا بكتب فيها، انما هنا الشيل دي الوسيط بيني وبين الاوبريتنج سيستم. تمام، الكوماند دي الاوامر اللي انا بكتبها، لسه هنعرف الكوماند دي الاوامر اللي انا بنكتبها، نعرفها في السيشن الجاي ان شاء الله، الاوامر بتاعت لينكس. الكوماند هي الاوامر اللي انا بكتبها. الكرنل بقى، الكرنل ده قلب النظام بس، فهو القلب بتاع النظام. عندي هنا بعض الاوامر بتخص الكوماند، او هي كوماند بتخص لينكس. عندي مثلا حاجه زي بي دبليو دي، ده بيقول لك ايه المكان اللي انا واقف فيه، بيعرض لك المكان اللي انا واقف فيه. عندك امر هنا زي ال اس داش ال ايه، لسه كل ده هنتكلم عليه عملي السيشن الجاي. ال اس داش ال ايه ده بيعرض لك الفايلات والملفات المخفيه، كل حاجه بيعرضها لك المخفيه. تمام، مخفيه ولا مش مخفيه بيعرض لك كله يعني. عندك حاجه زي سي دي فار لوج او سلاش لوج، يعني انا بقول له عايز اروح اعمل سي دي، عايز انتقل لدايركتوري اسمه فار، ودايركتوري بعدين جوه الفار اسمه لوج، عايز اروح ليه، عايز اعمل موف. ادي امر سي دي. برنت اف دي هنا عشان اعرض حاجه معينه، لسه هنعرفها بالتفصيل لان هنا ده امر معقد شويه، لسه عايزين نعرفه لما نيجي نعرفه عملي. برنت اف هنا مش معناها عرض. برنت اف عامه لو في البروجرامنج معناها عرض، لغه زي السي، لكن لسه دي هنعرفها السيشن الجاي لما نيجي نتكلم عليها عملي. تمام. تمام، بس فكده احنا عايزين ندي ريكاب كده على السيشن. يعني عرفنا السلاش دايركتوري دي معناها الروت دايركتوري، وعرفنا الحاجات اللي موجوده فيها، بعدين عرفنا الباسز اللي موجوده في النظام بتاع لينكس، وبعدين عرفنا الفرق بين التيرمينال والشيل، وان التيرمينال مش هي الشيل بس. السلام عليكم.